بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم مزارع وأراضي للبيع في مصر. أشرف فهمي، موبايل 010 61 10 55. صور في قطعة أرض تبع جمعية في أبو صوير. قطعة الأرض دي 10 فدادين. آخرنا السور اللي هناك ده. الأرض ليها نص محول كهرباء، إنما ما فيهاش مية، يعني اللي هياخد الأرض هيدق لها بير، وده مسموح بيه. مادام 10 فدادين مسموح بيه ان هو يدق بير لوحده. هي متصوره من الثلاث جهات، يعني ليها سور. السور الابيض ده كله من الثلاث جهات، اخرنا السور الابيض اللي هناك. الارض مش مزروعه حاجه، يعني الارض مش مزروعه حاجه، بس عامله زي الكف. هي ليها مشتركه في المحول، ليها نص المحول بتاع الكهرباء متحوطه بثلاث جهات سور، وبوابه مقفوله لوحدها. سعر الارض كويس جدا بالنسبه للمنطقه دي وبالنسبه للجمعيه دي، انما هي ما فيهاش ميه، عشان كده سعرها قليل. البير يتكلف له مثلا في حدود، لو هيكلف في حدود ال 500,000 جنيه، الله اعلم يتكلف كام حسب ما يجيب. بس غالبا هي عمق الميه هنا قريب، لان هي قريبه من ترعه المنايف. يعني جوه لو دخلنا جوه شويه هنلاقي ميه بحار. يبقى 10 فدادين، واجهتهم تقريبا في حدود ال 250 متر، تقريبا في حدود ال 200 متر، وده العمق بتاعهم. اخرنا هنا الشجر ده بتاع الزيتون ده بتاع الجار، واخرنا السور اللي هناك ده، واخرنا السور اللي هناك ده. الجار بص زارع نخل وزارع زيتون وزارع مانجا وزراعات ممتازه، زراعات ممتازه. ليها بوابه، اللي هي البوابه اللي داخله لجوه شويه، التعويطه دي. واخرنا ال الطوب الابيض اللي فيه جزء احمر ده عند تبة الرمل ده. ارض كويسه جدا، مزرعه ممتازه، نص محول تبع جمعيه محترمه، وعقود نهائيه خالصه، عقود نهائيه خالصه. مسجله يا حجاج، مسجله شهر عقاري. الارض مسجله شهر عقاري. 10 فدادين تعمل فيهم اللي انت عايزه، تزرعهم، تعمل مزارع مواشي، تعمل اللي انت عايزه. بس ما اعتقدش انها، يعني مش عارف تنفع دواجن ولا لا، لان الدواجن بتحتاج بعد وقائي. 10 فدادين في جمعية على طريق مصر اسماعيلية من داخل ابو صوير، متحوطة بثلاث اتجاهات سور، ليها نص المحول ما فيهاش مية، يعني عايز تحفظ لها بير مية. بعيد عن الاسفلت قد ايه يا حكيم؟ قريبة من الاسفلت، المدق فيها مش بعيد قوي، مش كبير قوي، بس قريبة من الاسفلت، ما حسبناهوش. تمام. ملك نهائي خاص، مسجلة شهر عقاري، نص محول. معكم أشرف فهمي من قناة مزارع وأراضي للبيع في مصر. الموبايل 010 61 10 55. فضلا وليس أمرا، اللي ما اشتركش في القناة ينزل يشترك فيها ويفعل زر الجرس. شكرا. هنقول سعر الأرض في صندوق الوصف بتاع الأرض. شكرا، سلام عليكم.